يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لكل أجل كتاب، لله ما أخذ ولله ما أنطى، وأنا لله وأنا إليه راجعون. جئنا مساء هذا اليوم من العاصمة بغداد وفد رابطة أبناء شمر العراق لتقديم التعازي والمواساة إلى عمامنا شمر المغامس الزقاريط بمناسبة ذكرى 40 الشيخ منديل النواف المغامس أبو فهد رحمه الله في مضيفه العامر في محافظة كربلاء، لتقديم التعازي والمواساة لذوي عشائر الزقاريط، حيث لا يخفى على أحد أن الشيخ منديل المغامس من الرجال الكرام الذين كان لهم دور كبير في فض النزاعات وإصلاح ذات البين في عموم محافظات العراق، وله بصمة مشرفة لدى مديرية شؤون العشائر في محافظة كربلاء، حيث كان دائما يسعى لإحلال السلام في ربوع المحافظات العراقية. وإن شاء الله نحن في تغطية خاصة بمناسبة 40 الشيخ. الأليمة على قلوبنا الذكرى 40 الأخ العزيز الشاعر البدوي الأصيل المرحوم منديل المغامس الشمري، الشيخ عشيرة الزقاريط الشمرية، أخ عزيز، وندعو له إن شاء الله بجنان الخلد إن شاء الله. هذا الرجل الشهم الطيب الذي يحبه كل أهالي كربلاء شيوخا وعشائرا ومسؤولين إن شاء الله في جنان الخلد. السيد عباس الحمزاوي الموسوي، مؤرخ ونساب عشائر وعميد عام عشائر السادة الحمزاويين الموسويين.
هي الدار ما الأنفاس إلا نهائب فيها وما الأجساد إلا عقائر، إذا أحسنت يوما أساءت ضحى غد، فإحسانها سيف على الناس جائر. تربي الفتى حتى إذا تم أمره دهته كما يدهي البهيمة جازر، ولكن إذا قل النصير وأعوزت دواعي المنى فالصبر فيه المآزر. حقيقة يشرفني أن أتقدم بخالص التعزية والعزاء إلى روح الفقيد بمناسبة أربعينية الشيخ أبو فهد، المرحوم أبو فهد شيخ منديل نواف مغامس. أتقدم إلى كافة قبيلة شمر وإلى كافة فروعنا من رابطة أبناء شمر العراق، خصوصا أنه كان رجلا معطاء ذات قيمة عالية جدا، رجلا قل نظيره. وأتمنى العمر المديد إلى الشيخ أبو محمد الشيخ فهد منديل مغامس، كما أتمنى للرابطة الموفقية والنجاح بكل خطواتها. آمل أن نلتقي بمناسبات أخرى، مع جزيل الشكر. تقديم التعازي والمواساة لعشائر شمر قبيلة الزقاريط. أمامنا المغامس أربعينية الشيخ منديل النواف المغامس أبو فهد رحمه الله في منطقة محافظة كربلاء، حيث اليوم الأربعينية كما شاهدتم في التغطية الخاصة. في ختام هذه التغطية لا يسعنا إلا أن نأخذ كلمة من الشيخ فهد المنديل المغامس لتقديم الشكر والتقدير لكافة الأخوة الشيوخ والوجهاء والقادة الأمنيين والسادة أعضاء مجلس النواب والسادة المسؤولين في الدولة. تفضل شيخنا العزيز الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم عشيرة الزقاريط أشكر جميع السادة والشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين، أشكرهم وأثني عليهم وجزاهم الله خير على الحضور والتواصل معنا بالفاتحة وفي السبعة وفي الأربعين، ومشكورين جدا جدا على التغطية هذه، وأنتم لكم شكر على تواصلكم وعلى عنوتكم من المكان البعيد. اي نعم، الله يعطيكم العافية، وهذه لكم، هذه وامثالها لكم التغطية ولكم الفزعة، ورحم الله والديكم وما قصرتوا الجميع. مشكورين مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتقدم بشكر جزيل إلى كل السادة الأجلاء الأعزاء وإلى كل شيوخ العشائر وإلى رابطة أبناء شمر بمناسبة حضورهم أربعينية الشيخ منديل النواف المغامس. أتقدم باسمي وباسم قبيلة الزقاريط أمارة شمر وباسم الشيخ فهد منديل النواف، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يرحم الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يرحم